لبستها صح. شايفك عامل ايه يا مبتدئ؟ انا جايلك النهارده عشان اقول لك مالكش حجه، خلاص هتتعلم، يعني هتتعلم ان شاء الله. بشكل مبدئي كده معاكم اخوكم اسامه. انا عندي 35 سنه، عندي خبره في مجال تجديد الشاشات بشكل عام 10 سنين الحمد لله. لو انت حابب تتطور جامد وتضيف لمجالك في حته تجديد الشاشات، فانا معاك بدايه من استلام الجهاز واختيار ادواتك المناسبه والشغل من الصفر لحد الاحتراف، لحد اقصى مدى من الاحترافيه في مجال تجديد الشاشات. ان شاء الله جاي انقل لكم في الكورس ده كل المشاكل وكل الخبرات اللي انا مريت بيها على مر العشر سنين. ان شاء الله الكورس ده ان شاء الله هيعلمك كل شيء خاص بتجديد الشاشات، بدايه من الشاشات المسطحه لحد الشاشات الصعبه الاتش. كمان معانا الايفون والايباد وشركه ابل بشكل عام. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة، بداية من استخدام الأدوات واختيار التولز المناسبة لينا إن شاء الله. كمان في نقاط ضعف مشتركة ما بين فنيين كتير، أنا جاي أحصرها لك بحيث إن وارد تبقى المشكلة دي عندك وأنت مش عارف تعبر عنها، بحيث إن شاء الله أنت تعرف تتفادى أي أخطاء أو ظروف ممكن تمر بيها. الكورس ده كمان هيكون معاك بشكل مسجل بالكامل، تقدر تراجعه في أي وقت من أي مكان، سواء من موبايل أو لابتوب أو من شاشة الكمبيوتر اللي عندك. إن شاء الله بعد الكورس ده هيطورك كتير جدا وتقدر بيه تشتغل في أي شاشة وأنت مطمن وبدون أي ريسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.